هي رواية جزائرية وتحديث الذاكرة أو نقد المعرفة الاستعمارية. طبعا سأبدأ بمفهوم المعرفة وبمفهوم نقد المعرفة الاستعمارية أو ما يسمى أيضا بالديكولونيال الجمالية أو ما يسمى أيضا بنزع الاستعمار عن المعرفة. وهذا هو دور الأدب الآن، يجب أن نعيد كتابة أدب جزائري ينطلق من المحلية من الوطنية بعيدا عن السرديات الكولونيالية التي لا تزال تقبع في أذهاننا. يعني إذا طبقنا المقاربة النفسية في كثير من النصوص نحن نريد إنتاج هذا الآخر الكولونيالي دون أن نشعر لأسباب تاريخية تحتاج منا إلى مشروع. في الحقيقة هي تحتاج إلى مشروع، ويبدو أن الدولة الجزائرية قد بدأت في هذا المشروع فعلا من خلال هذه المؤسسات التي تحاول إعادة القيمة أو قيمة المعرفة الجزائرية بين قوسين الوطنية التي سنناقش بعض الأفكار. طبعا سأنطلق من فكرة العصيان المعرفي الموجودة عند أحد الفلاسفة الأرجنتينيين وهو مونجيلو أو كما يترجم مانيلو، الذي يتحدث عن فكرة يجب أن نمارس عصيانا معرفيا، وهذا العصيان المعرفي يحتاج إلى الخطاب الأدبي باعتباره أحد الخطابات الناعمة التي يمكن لها أن تعيد تأسيس سردية وطنية بعيدا عن السردية الكولونيالية التي قلت لكم بين قوسين لا تزال تقبع حتى على مستوى اللاوعي الجمعي، نبات اللاوعي الفردي. ولهذا فإنني أنطلق من فكرة أخرى ثانية بعد هذا العنصر اللي هو نزع أو العصيان المعرفي أو الديكولونيالية كما تترجم الجمالية. نعم. عندها بديل بالعربية. أنا الآن أتحدث بمصطلحات موجودة، سأصل إلى البديل. أنا قلت العصيان المعرفي، الآن لما تجي المناقشة الذي يريد أن يناقش فليتفضل. في الحقيقة إذا أنطلق من فكرة أخرى مهمة وهي فكرة جوزيف مسعد هذا الناقد الفلسطيني، عنده كتاب بعنوان آثار استعمارية، ويقول إن البحث في ما بعد كولونيالية في الحقيقة هو بحث في آثار الاستعمار على مستوى الخطاب. يعني يجب أن نتتبع لتراث الآثار الموجودة في الخطاب طبعا، وهي آثار كثير ما تكون مضمرة تحتاج منا إلى أدوات فاعلة إجرائية لكشفها طبعا. وهذا الكلام ليس بالجديد أيضا على ثقافتنا الوطنية، موجود في عند محمد شريف ساحدي رحمه الله في كتابه التخلص أو تخليص التاريخ من الاستعمار، وحتى في كتابه حول الأمير عبد القادر يريد لنا أميرنا نحن الجزائريين بعيد على أمير الطرح الكولونيالي أو الطرح الاستثماري أو الاستعماري. يعني الأمر ليس جديدا، يعني لو أن نفتش داخل ثقافتنا سنجد البديل. وهنا أنا لا أتحدث عن الأفراد، أتحدث عن عمل مؤسسات. عمل المؤسسات طبعا هذا أمر آخر. ننتقل لفكرة ثانية وهو سميتها نحو سردية وطنية بروح محلية. وهنا انطلق من فكرة أيضا أننا عندما نستدعي التاريخ فإننا نستدعيه من منظورين، المنظور الأول نوستالجي والمنظور الثاني نقدي. فما رأيكم سؤال داري، أي المنظورين نتبنى في هذه المرحلة؟ يبدو لي أننا نتبنى النوستالجي. النوستالجي هو الحنين إلى الماضي وأمجاده. النقدي هو أن نبحث في ما سكت، مثل النصوص التي تعرفونها التي أصبحت تخون بعض الشخصيات، التي أصبحت تبحث في يوميات الشخصيات التاريخية ومحاولة جعلها شخصيات إنزالها من مفهوم، لأنه أيضا هذه الشخصيات في كثير من الأحيان توضع في مكانة مقدسة، لا يمكن أن نناوشها كما قلت الأستاذة أو أن ننقدها. طبعا ماذا نحتاج نحن في مرحلتنا هذه؟ ماذا نحتاج نحن كجزائريين في هذه المرحلة؟ نحتاج إلى هذا النوع من الكتابات. وهذا النوع من الكتابات أنا أعتقد أنه حتى الرواية العادية التي تكتب المحلي هي رواية
ترد على الكولونيالي. يعني ليس بالضروره ان اكتب روايه تاريخيه بامتياز لأرد على هذا الكولونيالي. سأكتب رواية محلية، وأنا سأقدم لكم رواية الدكتور عزيز النجلاوشي الشجرة التي هبطت من السماء. غرقة في العجائب، ولكنها تؤسس لي فضاء محلي، فضاء جزائري بامتياز، بعيدا على لابد أن أستحضر الفضاء الكولونيالي لأنقذه بفضاء آخر محلي. يمكن لي أن أكتب أنا بعيدا عن هذا الآخر، وهذا أمر يحتاج كما قلت دائما إلى نصوص تسمى بنصوص الذاكرة. ثم أذهب إلى الرواية الجزائرية وأنهي مداخلتي. يعني أنا اخترت مجموعة من الأسماء غير مكرسة، وهو جيل يبدو لي أنه بدأ، لأنه ما يهمنا نحن في هذه القاعة هو المستقبل، لأن الماضي فات وانتهى، لكن نحن نستدعيه لننظر إلى المستقبل لأنه هو الأهم. فهناك جيل الآن يكتب في هذا المجال، وتتذكرون معي رواية غرنوة التي تتحدث عن تفجيرات ركان، وكيف صاحبها كروم كيف وضعنا في سياق هذه التي لا أسميها تجارب في الحقيقة، هي تفجيرات، هي إبادة بمفهوم الإبادة. حتى لما أرادوا أن يقوموا بهذه التفجيرات أحضروا الحيوانات وأحضروا الجزائريين الأهالي كما يسمونه، طبعا في 56 في نهاية الستينيات، نهاية الخمسينيات بداية الستينيات، طبعا في ذلك الوقت أحضروا العمال الجزائريين من تيميمون ومراكان من كل، ووضعوهم ثم وضعوا الجنود أيضا يقوموا بالتجربة وهي موجودة. فهذه الرواية تعيد تخيل هذه الحادثة لتقول لنا دائما أن هناك جريمة لا تسقط بالتقادم، يعني لا تسقط بالتقادم لأنها على مستوى الجرح الكولونيالي أو على مستوى الوجدان، وهو الذي أراد كروم أن هناك رواية أخرى ربما لأحمد عبد الكريم، هي رواية حول شخصية بن كريو، ولكنه يتحدث عن عام الخلية ولا عام الشفاير كما يسمى، وهو سقوط الأغواط واستعمال الجير، مادة الجير في قتل الجزائريين. يعني حتى تقرأ التاريخ كم كانوا ثلث المدينة ما بقاش، تم إبادتهم عن طريق تجربة هذه القنابل الجيرية، وهو ما يقع الآن في غزة وفي نعم. قداس الكاردينال هذا نص آخر لسليم بدقة يحكي على 300 جزائري قتلوا، وسي بحر يعرف ذلك في ساحة لافيجري أو الساحة الآن في تدخل جنود الساليجان كما نسميهم. نعم، والحد الأسود قتل 300. نعم، ما يعجبني في هذه الرواية غير أنها تركز على الثقافة المحلية، الفضاء المحلي، تستدعي الأحياء الشعبية المحلية، شخصيات محلية، ولكن هذه الشخصيات لأنه من الذي بدأ الحد الأسود في الرواية هو العامل الذي كان يسكن في حي شعبي رفقة عائلته وجاء من قماش على ما أعتقد، سليم بدقة يعتقد دائما أنه جاء من قماش. هناك نص أيضا بابا كواس محمد كاديك يحكي على سقوط المدية، وكاديك هنا كان ذكيا عندما يستجلب لنا شخصية الإيهو الذي يحكي داخل المقهى حول أمجاد الأمير عبد القادر. يعني هذا نص أيضا نص للذاكرة ونص في قلب الذاكرة الوطنية. هناك نص كتب بالفرنسية أيضا، المشي على الرمال المنتهبة لإبراهيم صادق، وهو يتحدث عن الصفر، عن وقعت عن الصفر في سنة 1960. وهناك رواية مصرية كتبت في مدينة ميلا لزكي عداد عنوانها بالشعرزات، تحكي على المدينة البطل، كيف تصبح مدينة ميلا القديمة، ربما هناك من زارها، تصبح تحول إلى بطل تدافع ضد كل أساليب الهيمنة الموجودة على مستوى الخطاب. طبعا هناك روايات الأستاذ عزيز النجلاوشي ذكر الأساتذة بعضها، وأنا سأذكر رواية الشجرة التي هبطت من السماء، يعني هي متعبة جدا 600 صفحة حوالي،
1619. طبعا هذه تتحدث عن التاريخ، يعني لا نجد فيها مادة تاريخية، ولكن بمثل هذه الروايات يمكن لنا أن نؤسس لثقافة محلية، يعني لنص محلي غارق في المحلية، على راه غارق في المحلية. هذا الذي نحتاجه كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك ربما ننتقل إلى مرحلة ثانية أن يتجاوز هذا النص المحلي. وهناك نصوص كثيرة تنحو هذا المنحى في الأدب الجزائري المعاصر. شكرا جزيلا لك.